السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. أنا النهاردة جاي لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. لو مش مشتركة معايا في القناة يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. متنسوش اللايكات يا جماعة. احنا طبعا يا جماعة كلنا بنعاني من حاجة واحدة. ايه هي الحاجة اللي احنا بنعاني منها؟ المكنسة وتنظيف المكنسة والكيس بتاع الأتربة اللي بيبقى في المكنسة، وكلنا بنبقى متضايقين منه جدا. واكتر حاجه بتخنقنا ازاي ان احنا ننضف الكيس دوت. بيضايقنا جدا وقت ما بتكوني بتفضي التراب منه. فانا النهارده جبت لكم طريقه سهله وبسيطه جدا جدا لكم ان تتخيلوها. هتنضفوا كيس المكنسه بمنتهى السهوله بطريقه مش هتصدقوها ابدا ابدا ابدا. عايزين تعرفوا ايه هي الطريقه ديت؟ عايزين تعرفوا ازاي انت هتنضفي كيس المكنسه من غير ما تتعبي، من غير ما تكحي، من غير اي حاجه خالص؟ تابعوا الفيديو بتاعي، ما تنسيش تشتركي في القناه، ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نشوف بقى الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش يا جماعه نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. نبدا الفيديو بتاعنا. بصوا بقى هنا، انا هنا عندي طبعا قدامكم اهي المكنسه، تمام؟ بصوا المكان اللي انا واقفه فيه، انا هنضف المكنسه هنا. شوفوا بقى كيس المكنسه اللي انتوا بتاخدوه بتنضفوه على السلم وبتحطوه في قلب الكيس وتربطوا الكيس والدنيا تتبهدل تراب وتقعدوا تكنسوا وتمسحوا وتعملوا خالص. مفيش اي حاجه من الحاجات دي خالص. النهارده بقى هنعمل ايه؟ انتوا شايفين معايا طبقين ميه، ماشي؟ دي ميه هي عاديه، ودي الميه دي حاطه فيها كلور وحاطه فيها مسحوق. هنعمل ايه بقى كده مع بعض؟ هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. يا جماعه الطريقه دي اختراع يا جماعه على فكره، وعايزه عليها لايكات كتير بجد، لان مفيش اصلا حد عملها قبل كده. بصوا احنا قدامكم اهوت، مش هخبي عليكم حاجه. اول حاجه كده هفتح المكنسه بتاعتي اهي. بصوا انا جايبه كل حاجه قدامكم، شايفين كميه التراب اللي فيها؟ شايفينها عامله ازاي؟ هبدا ان انا اطلع الكيس بتاعها كده، اسحبه كده اهو. شايفين التراب؟ رجع دي كده واخد الكيس بتاعي، تمام؟ البلوه المشكله في دي، صح؟ كلكم بتتضايقوا منها. هنعمل فيه ايه؟ هناخد الكيس ده زي ما هو كده نحطه في قلب الميه. بصوا بقى، نبدا من دي عشان احنا لو حطينا كده وضغطنا كده التراب كله هيطلع بره. لا، احنا نبدا من دي كده نحطها في الميه على طول. نعمل كده، ندخل الميه جواها كده، عشان مش احنا قلنا مش عايزين تراب، مش عايزين الدنيا تتبهدل معانا، فتبداي تعبي فيها الميه من جواها كده. شايفين ايدي بتعمل ايه؟ اهي اهي. هتقولي كده الطريقه دي كده، بصوا هجربوها مش هتصدقوا. ايه رايكم؟ في تراب طلع؟ في اي حاجه؟ اهو. وابدا ان انا اغطسه في الميه كويس 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 كويس. هتقولي لي طب ما انت هتحولي الدنيا وتقلبيها لطين وما اعرفش ايه. اقول لكم لا، شوفوا تابعوني بس كده لغايه الاخر وهتشوفوا احنا هنعمل ايه. ما تنسوش يا جماعه كده بقى اللايكات، ما تنسوش تشتركوا في القناه، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا كده بقى اهي 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 اهي. بصوا بقى طول ما انا عماله اضغط كده الكيس عمال يطلع. بصوا الكيس بقى عامل معايا ازاي. بصوا اهو اهو. ايه رايكم؟ نعمل ايه بعد كده؟ الاول معانا كيس اسود بلاستيك اهو، نجيبه ونخليه معانا. هروح بقى فكه دي كده اهي واحطها هنا عشان اغسلها بقى، واروح عامله كده ومكمله هنا كده شويه ميه كمان اهي. يبقى عشان كده انا عملت ميه من ناحيتين، من هنا ومن هنا، عشان ما الاقيش ولا نقطه ترابايه معايا. بصوا بقى يا جماعه، مش هتنضفي كيس المكنسه الا كده، ولا هتلاقي فيه اي حاجه خالص. بصوا بقى اللي جواها ده، انا عندي في الكيس ده ايه؟ خيرات اهو. اضغطي عليه كده بس خلي بالك لا يكون في دبوس او في حاجه اهو، او يستحسن لو انت هتلبسي جوانتي او كده، بس انا بصراحه يعني ايه ما عنديش اشتغلت بايدي عادي يعني اهو. ايه رايكم بقى؟ فكره تستحق التجربه ولا ما تستحقش؟ لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايكات اهو. بص بناخد اللي في قلبها اهو نغسله كده اهو. ما تنسوش بقى يا جماعه، ما تنسوش اللايك. كيس المكنسه اهو فيديو معاكم. ايه رايكم في الفكره العبقريه دي؟ اتحدى اي حد على اليوتيوب عمل الفكره دي قبل كده، ولو حد عملها يطلع يقول لي انا عملتها
قبل كده وصورتها ونزلتها. بصوا بقى يا جماعه اهو، حتى لو في حاجه بص تلاقيها بتسقط وبتنزل لوحدها من غير تراب ومن غير عفره ومن غير اي هيصه خالص. الكيس نضيف معايا، مبقاش فيه الهواء، مبقاش فيه اي حاجه. اخده بقى اعصره كده اهو، واروح حاطاه هنا شكرا كده اهو. اسيبه بس هنا بقى شويه، بس الم بقى لو في اي حاجه هنا تاني برضو المها عشان ما تلقاش في الحمام. ممكن التراب اللي فيها والحاجه اللي فيها تسدلي الحمام تبوظ. بصوا بقى البتاع اللي دوت المقرف ده اللي ولادي بيقعدوا كل شويه يجيبوه في اللعب والهدايا. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. كده اهو، نلم كل ده كده اهو. بصوا يا جماعه، كل التراب اللي في كيس المكنسه طلعوا معايا، طلع كتله واحده من غير ما نبهدل الدنيا، من غير ما نعمل اي حاجه خالص. اشيل الميه دي واجي لكم تاني نغسل ده ونغسل المكنسه ونشوف هنوصل للنتيجه بتاعتنا ايه. وهتروح في اي حته اشيل الطبق واجي لكم. بصوا يا حبايبي، احنا كده غيرنا الميه اهي، رمينا الميه اللي كنت مفضيه فيها الكيس، وديت ميه تانيه نضيفه اهي جايبه فيها فوطه. ده الكيس اهوت انا لسه ما شفتوش برده اللي فيه التراب اللي احنا طلعناه. بص بقى عامل ازاي كتله هي على بعضها اهي. دوت كده هنركنه على جنب او نربطه كده عشان احنا كده خلاص ايه هنرميه. هو طبيعي ان هو يترمي، اما ايه الجديد، ايه المعلومه اللي انا ضفتها يعني، ما هو طبيعي هيترمي. نربطه كده اهو كده على جنب. دلوقتي بقى هبدا ان انا انضف المكنسه بتاعتي. دي ميه عاديه جدا يا جماعه، مش محتاج ان انا احط مسحوق ولا احط اي حاجه، لان احنا عندنا المكنسه الريحه اللي بتطلع من المكنسه بتبقى ريحه كمكمه كده شويه، بتبقى بسبب الكيس المكنسه. تمام. ابدا كده امسك المكنسه بتاعتي بقى كده والمعها كلها كده اهي، وابدا بقى كده من هنا اعمل كده مكان الخرطوم. اجي هنا كده يعني شايفين قلبها من جوه عامل ازاي. امسك بقى كل الحاجات دي كده المعها بقى وامسحها. طبعا كل دي حاجات عاديه احنا بنعملها يا جماعه، مفيش اي اختراع ولا في جديد. ده بس انا عشان ادي وقت للكيس يتنقع شويه في الكلور المسحوق، بس ما كتروش كلور ولا حاجه، هما شويه كلور صغيرين مع حبه مسحوق كده وايه وظبطت الدنيا. عندي كمان دوت الفلتر ده انا بطلعه كده برده اهو. ده الفلتر ده بيبقى موجود جواها برده، ده كده بديله مسحه بسيطه كده عشان ميبقاش فيه تراب، وهحطه برده هنا مع الكيس يتعمل شويه. تمام. هبدا بقى احط الفوطه هنا كده تاني عشان اغسلها من التراب دوت. بعمل كل حاجه قدامكم يا جماعه، ما بخبيش عنكم اي حاجه اهي كده. الفوطه من جواها كده اهي، تمشي الفوطه جواها حلو، تنضفيها تطلع معاكي فل، ما فيهاش اي حاجه خالص، ولا هتلاقي بقى فيها ريحه كمكمه، ولا هتلاقيها مسدوده ومش راضيه تشتغل، ولا هتلاقي اي حاجه من الكلام ده كله. المكنسه هتبقى معاكي فله فله، مش هتصدقي كده نظافتها وحلاوتها. بصوا بقى يا جماعه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا بص خليتها من جوه شكلها ايه اهي، وبرفع دي كده كده وبحط الفوطه جواها كده وبغسل كل ده وبمسح كل ده كده، بيتمسح معايا مفيهوش اي مشكله. انا بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو قوي، بصوا كده اهي كده اهي اهي، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو دي طبعا هبقى اغسلها تاني واعملها تاني. تمام. خليها جواها كده كمان عشان نستخدمها تاني. دلوقتي بقى هاجي هنا كده عند الكيس ده كده اللي انا نقعته هنا كده. كل الحاجات دي انا كل مره بعملها في المطبخ يا جماعه، بس انا عشان احطها على الترابيزه ويبقى كل حاجه قدامكم. الفلتر اهو الاولاني اهو اللي انا حطيته الصغنن ده، دي بتبقى في ظهرها من جوه. بصوا بتبقى فين يا جماعه، شايفين دي كده بتبقى هنا في الحته دي كده، دي فلتر بس اهو مفيهوش اي مشكله عادي. ماشي. الكيس بقى بتاعنا بصوا بصوا اهو، عارفين عايزه اقول لكم ريحه المعطر مع ريحه الحاجات اللي هو المسحوق مع الكلور مخليها ريحته جميله جدا، تحسي بريحه النظافه كده، شم ريحه النظافه. بصوا
مفيهوش اي حاجه اهو. انا عصرته اهو كمان اهو. هبدا احطه هنا. هو بقى هيتشطف مره واثنين وثلاثه لغايه ما نلاقيه نضف مننا خالص، ما بقاش فيه بقى كل المسحوق ده نزل، وهتلاقيه نضف. وبتبداي انك انت تنشريه بقى على الحبل عادي، او لو عندك شماعه في الحمام ممكن تعلقيه عليها، اي حاجه يعني. بس ايه، اي طريقه ينشف بيها. بس المهم اختراع الفكره دي ولا مش اختراع؟ استاهل عليها بقى كده تعملوا لي لايكات وتشتركوا معايا في القناه ولا لا؟ بصوا الكيس اهو. بعصر الكيس كويس. بس انا برضو هشطفه كتير تاني ماشي. انا كده ما خلصتوش، بس قرب بس من الكاميرا شويه كده وقولي له ايه رايكم. بصوا كيس المكنسه، ايه رايكم بقى اهو. عملناه في ايه، في ثواني. كل الوبر والحاجات دي بقى جوه تحت الحنفيه اغسله حلو تاني. انا عشان اصور واوريكم بس التراب فضيناه ازاي، هو مبقاش فيه اي حاجه. ريحته جميله جدا، كلها كلور، كلها مسحوق معطر اهو. مفيهوش اي حاجه خالص. كده الكيس احنا عملناه، هنشطفه بقى حلو وننشره وبس كده تمام. والفلتر برده نفس الموضوع. كده بقى يا جماعه يكون الفيديو بتاعي خلص النهارده. يا رب اكون عند حسن ظنكم. ويا ريت يا ريت دايما كده لو في اي حاجه نفسكم ان انا اعملها يا ريت تكتبوا لي وتعلقوا لي، وعايزه كومنت حلو كده واقول لكم. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.